هاي، ازيكم عاملين ايه؟ احنا هنلخص الحلقة التالتة والرابعة من مسلسل فروم. بس قبل ما نبتدي، اللي لسه ما اشتركش على القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. يلا بينا نبتدي. بتبتدي الحلقة معانا مع المكالمة اللي جات لجيم من ابنه توماس اللي مش موجود طبعا، ومن ساعتها بنعرف ان الوحوش بتبتدي تلعب على اعصابه، وهو ساعتها بيقرر ان هو هيتجنن بعد المكالمة دي ومش عارف يعمل ايه. وإيسن ابنه بيقعد يسأله أسئلة صعبة برضه. جثة ماما مين هيشيلها؟ جثة ماما الطيور هتاكلها؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ وساعتها تبسة بنشوفها ان هي قضت الليلة كلها في الأب وتحت عشان تشوف الرسومات. لما خرجت بره شافت شجرة زي الشجرة اللي موجودة في المدينة بالظبط، الشجرة السحرية اللي دخلتها ودخلت المنارة لو احنا فاكرين. ساعتها بتقول لهنري هي الشجرة دي ايه اللي جابها هنا؟ قال لها ان مريندا مراته عملت شجرة بالظبط زي شجرة موجودة هنا في المدينة علشان خاطر تفضل قدامها على طول. ركبوا العربية عشان يروحوا الشجرة دي، وساعتها شغل أغنية. الأغنية دي كانت أغنية مهمة جدا لتبسة وجيم. ساعتها بنحس إن في وجه شبه موجود ما بين ميريندا وما بين تبسة، كل شوية عمالين نكتشفه. زي مثلا البريسلت بتاع جيم اللي تبسة كانت عملته لها، لقيته برضو الموجود في العربية عند هنري. ساعتها قعدت تقول لهنري أنا لازم أهرب، وحملوا حادثة ساعتها، وبقوا هما الاتنين في عربية الإسعاف. وهم في عربية الإسعاف ابتدوا المسعفين يقولوا لها احنا كنا بندور عليكي، انت صاحبة الصندوق. وفيكتور ساعتها كان ابتدى يقيس الشجر زي كل مرة ما بيعمل، وفي وقت ما هو ما بيقيس الشجر ده قرر ان هو يحفر في مكان معين، وراح مطلع شنطة شكلها غريب جدا. راح بيها لسارة وقال لسارة انا محتاج ان انا بقيت في البيت هنا وافضل معاكي علشان انا محتاج افتكر كل حاجة حصلت وانا صغير، ومش هعرف افتكر ده الا لما اعمل اللي انا عملته بالظبط. هبات في البيت ده وعايزك تجيبي لي ملايات علشان خاطر هنقعد تحت في البدروم. فاطمه برضو بترجع تاكل الاكل الفاسد اللي كان موجود اللي هم لموه. وفي الوقت ده الست العجوزة الغريبة دي شافت فاطمة وهي بتاكل الأكل ده، فقالت لها ما تخافيش، أنا برضو وأنا كنت حامل زي كده كنت باكل قشر البيض وكنت بجيبه من الزبالة من ورا جوزي. قالت لها طيب بصي أنا عندي حل تاني، عارفة ورق الطارود؟ أنا بفهم في ورق الطارود، إحنا ممكن نشوف ابنك كويس ولا لأ لو فتحنا ورق الطارود. ساعتها فاطمة بتقول لها لأ طبعا أنا مش هعمل حاجة زي كده ومش هعمل كده مع ابني. الست دي بتقول لها الطارود ده هو اللي قال لي إن أنا هاجي هنا. ساعتها بتسأل فاطمة، قالت لها قولي لي السؤال اللي انت عايزاه. قالت لها انا عايز اسأل هو الولد اللي جوايا ده كويس ولا لا. حصل حاجة غريبة ساعتها، غراب دخل البيت وابتدى يمشي بشكل غريب جدا لغاية ما خبط في الحيطة وانتحر. وإل جين كان نايم، وفي الوقت ده كان لابس تيشيرت عليه غراب. مش عارف هل ده ليه علاقة بالموضوع ولا لا. في الناحية التانية كين وجايد وكريستي بياخدوا بعضهم وبيروحوا نفس الكوخ اللي كان قاعد فيه جيم وكين علشان يجيبوا الأكل والموارد اللي هناك علشان خاطر الموجودين في القرية. وأثناء ده ما بيحصل جيد بيشوف رؤية غريبة جدا. بيشوف واحد لبسه غريب قوي معاه جمجمة مليانة دم وعمال يشرب منها وبيديله عشان يشرب منها. كريستي وهي ماشية في المكان ده لقت مصيدة بتاعة الدبابة بتاعة زمان، ورجليها اتمسكت في المصيدة وما كانوش عارفين يفكوها ازاي. فساعتها جيد قرر قرار غريب جدا، فك العواميد دي، فك منها الحديد اللي موجود فيها عشان خاطر يقدروا يفكوا المصيدة بتاعة كريستي. وساعتها بويد قرر ان هو عايز يقبض على حد من الوحوش دي، فراح لراندل اللي هو بيعيش اصلا باص اللي جه، وقال له انا هقعد مكانك في الباص هنا علشان خاطر اشوف ايه اللي ممكن يحصل مع الوحوش، وعايز اراقب حركتهم وكل حاجة. بعد كده عربية الاسعاف بتفضل بتفكر هو الطريق راح فين؟ احنا فين؟ احنا هنا كان في طريق وطريق كبير جدا، وابتدوا يطلبوا استغاثة. تبسة لما بتنزل من عربية بتقول لهم لا مش ممكن، احنا كده هنرجع تاني القرية، احنا لازم نلف تاني ولازم نشوف حل اللي بيحصل ده. ايسن ساعتها جاله تليفون ورد عليه ولقى ان هو توماس اخوه بيقول له ماما جاية في سيارة الاسعاف اللي جاية وانت لازم تنقذها. جيم بيقول له انت بتكلم مين؟ قال له انا بكلم توماس اخويا. ساعتها جيم عرف ان القرية هي اللي بتعمل كده برضه، وتنرفز جدا وما كانش عارف يعمل ايه. فاطمة صاحبة كريست
كانت رايحة لها عشان خاطر تطمن عليها، وبتطمن على صحة البيبي وتطمن ان كل حاجة تمام. تقول لفاطمة ما تقلقيش، كل حاجة كويسة وانتي كويسة ومش محتاجين نخاف ومش محتاجين نقول للأليس حاجة، انتي كويسة وما فيكيش اي حاجة. وفي الوقت ده فاطمة بتطمن وبتحس ان فعلا الموضوع تمام. فيكتور عن الجانب التاني هو وسارة ابتدى يقول لها انا لازم افتكر كل حاجة حصلت في اليوم ده، في حاجة غريبة بتحصل، الشتاء عمره ما جه هنا على القرية كده، في حاجات بتتغير ولازم افهم ايه اللي بيحصل، وعشان افهم ده لازم انزل تحت البدروم واقعد نفس القعدة اللي كنت قاعدها زمان عشان افتكر كل حاجة. وساعتها خدها ونزل بيها للبدروم تحت. وقت ما هما كانوا تحت في البدروم، بويد ابتدى يقرر ان هو يقعد مع راندل ويتكلم معاه. راندل بيقول له في حاجة غريبة، انا كل يوم بشوف الوحوش وهي طالعة، الوحوش ما طلعتش وده الوقت اللي الأصول تطلع فيه. قال له يعني انت قصدك ايه؟ قال له قصدي ان في حاجة غلط، ان الوحوش كده ماشية على سيستم معين، ومعنى ان هي تكسر السيستم ده يبقى اكيد في حاجة غلط، لازم نفهم ايه اللي ممكن يكون بيحصل دلوقتي. فيكتور كان بيبتدي يحكي لسارة ان هو لما طلع من البدروم ده لقى الجثث موجودة في كل مكان، وما لقاش ساعتها غير الولد اللي لابس ابيض، وقال لها ده صاحبي الوحيد اللي كان قاعد معايا طول الوقت، وانا طبعا كنت صغير وما كنتش قادر ان انا ادفن كل الناس ديت. وساعتها الولد الابيض ده شار عليا شهور، قال لي انت ممكن تاخد اهم حاجة للناس دي وتحطها في شنطة وتدفن الشنطة دي اكنك دفنت الجثث بتاعتهم بالظبط. وفعلا فيكتور عمل كده، والشنطة اللي معاه دي فيها كل المتعلقات بتاعت الناس اللي ماتوا. بويد وراندل وهم قاعدين شافوا عربية الإسعاف وهي داخلة. طبعا بويد اتجنن، ففهم ان طبعا هتحصل مصيبة دلوقتي. وإيسن بيقول لجيم سيارة الإسعاف اهي، سيارة الإسعاف اهي. بويد طلع يجري هو وراندل علشان خاطر يقدروا يوقفوا عربية الإسعاف بس ما يقدروش. وساعتها برضو إيسن طلع وقعد يقول يا ماما يا ماما وخرج، وجيم راح مدخله جوه تاني. وساعتها تبسة قالت لهم محدش ينزل من عربية الإسعاف. وفعلا جيم بيلاقي تبسة وبيتجنن لما بيشوفها، ومش مقتنع ازاي مراته رجعت تاني، وبيلاقي ان هي مقبوض عليها وفي كلبشات في ايديها. فبيقول للبويد احنا لازم نتصرف. راندل بيقول له انا عندي معدات موجودة في الباص هروح اجيبها واجي بسرعة. فعلى طول بويد بيقول له بسرعة اعمل كده. وفي الوقت ده الشرطية ابتدت تهرب لأن الوحوش ابتدت تجري عليها، وكان معاها مسدس وعمالة تضرب بالنار في كل حتة، والناس عمالين يبصوا من بيت كلاين هاوس من الشباك. ضربت نار بالغلط على واحدة وأصابتها بالرصاصة. وفي الوقت ده فعلا راندل رجع وجاب معاه المعدات اللي محتاجها بويد. وساعتها الوحوش اتلموا على راندل، وراندل مسك التعويذة وقال لهم ابعدوا عني انا ماسك التعويذة. ساعتها الوحوش ضحكوا عليه وقالوا له الموضوع ما بيمشيش كده. بويد ركب العربية وعمال يدور على المفتاح، ملقاش مفتاح لغاية ما لقى حد من الوحوش قال له انت عايز المفاتيح دي يا بويد؟ خدها، بس انت هتسيب لنا راندل، انت مش هينفع تنقذ كل الناس، خد العربية وامشي وسيب لنا راندل. وفعلا بويد بياخد أصعب قرار، خد العربية ومشي وساب راندل فعلا، وجري بالعربية بأقصى سرعة عنده لغاية ما راح بيت كلاين هاوس وساب راندل للوحوش. طبعا دونا لما شافت المنظر فتحت الباب ودخلتهم. كله لما شاف تبسة ان هي رجعت حصل له حالة ذهول، ما بقوش فاهمين ازاي تبسة رجعت. الشرطية بتقول لها انا اسفة. الجين قاعد مع الست الكبيرة وبيتكلم معاها وبيقول لها انا خايف على فاطمة وخايف من اللي بيحصل. والجين ساعتها كان فايق، واحنا عارفين ان الرؤية اللي بيشوفها الجين دايما بيشوفها وهو نايم. وفي الوقت ده الجين بيشوف الرؤية اللي بيشوفها دي وهو صاحي. وساعتها بيقول لها وانا نايم ولا انا صاحي؟ قالت له لا انت صاحي. بس ساعتها الجين بيشوف شكل غريب فبيبتدي يمشي وراه عايز يعرف اخرتها ايه. ساعتها بتقف وبتقول له انا محتاجة مساعدتك، وفجأة بتختفي. وفي الوقت ده بنلاقي ان فيكتور بيحكي لسارة على كل حاجة حصلت، بيمسك جزء موجود في الشنطة وبيبتدي يتخيل ايه اللي حصل. وبيقول لها ان احنا كنا عايشين كويس جدا، وكان في واحد اسمه كريستوفر، وكريستوفر ده كان معاه دمية اسمها جاسبر، وكان كريستوفر على طول بيقعد يضحكنا بالدمية دي. وفجأة حصلت حاجة غريبة كريستوفر ده دخلت عليه في مرة ولقيته عمال يتكلم مع الدمية بتاعته وعمال يعيط وما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل. وساعتها كريستوفر بطل ان هو يضحكنا، وكريستوفر اتغير خالص
وابتدى يشوف الرموز والإشارات الغريبة، وساعتها الناس كلها ماتت. احنا الحل دلوقتي لازم ندور على جاسبر، لأن جاسبر هو اللي عارف ايه اللي حصل لكريستوفر. وفعلا فيكتور هيبتدي يقرر ان هو ينزل الحفرة تاني عشان يجيب الدمية بتاعت جاسبر، عشان يعرف ايه اللي حصل لكريستوفر في الوقت ده. وسارة وهي قاعدة بتسمع الكلام ده طبعا منهارة جدا ومش فاهمة ايه اللي حصل. وبساعتها ويقول لها انا شفت ده بعينيا، شفته قاعد بيتكلم مع الدمية والدمية بتتكلم معاه، وعمال يقول له لا انا مش هعمل كده، انا مش هعمل كده، وكان متنرفز جدا. وفيكتور بيفتكر كل الكلام ده وبيقول لها احنا لازم نعرف ايه اللي حصل. على الجانب التاني فاطمة بتقول لأليس انا لازم اخش للبنت اللي ماتت دي علشان خاطر انا كنت زعلانة منها الفترة اللي فاتت. فاطمة لما قعدت جنبها عملت حاجة غريبة قوي، فتحت الجثة وابتدت تشرب من دم الست، وتحس ان هي مبسوطة قوي وهي بتعمل كده. وده معناه ان فاطمة فعلا يا هتخلف وحش يا اما هي تتحول لوحش. وبيخلص الحلقة الرابعة على ان سيارة الاسعاف بتقف قدام بيت الكلاين هاوس، وراندل ما بيموتش لكن بيبعتوه زي رسالة، بيكونوا قطعوا حتة من جسمه وحاطينه على عربية الاسعاف وبعتينه البيت. بس كده، وده كان تلخيص الحلقة الثالثة والحلقة الرابعة. ما تنسوش تتابعوني على قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.